الموضوع الاول غادي نتكلموا فيها الاخوان على وقف المنحه البطاله على واحد العدد ديال الجزائريين، لانه لقاوهم كيزوروا في المسائل. الموضوع الثاني هو الميناء ديال الجزائر العاصمه يمنع فيه رسو ابتداء من نهار 24 الى فاتح نوفمبر رسو الباخرات، حيت قال لك كاينين المناورات، ما كاينش شي باطو غيدخل الجزائر، ما كاينش شي باطو غيخرج من الجزائر. الموضوع الثالث هو الجيش الجزائري، الجيش المغوار، جيش القوة الضاربة، صيفطوه يغرس الشجر في الجلفة في الوقت اللي كان كيخصو يكون اليوم مع الاخوان ديالنا في لبنان وفي مناطق اخرى. الجيش الجزائري صيفطوه للجلفة باش اخواني الكرام يغرس. اختي زهرة غيسمح ليا، تحياتي. قلت صيفطوه للجلفة باش يغرس الشجر. والموضوع الرابع هو المهم اللي غنبغي الراي ديالكم فيه، هو لماذا رخصت الدولة الجزائرية نفسها ورخصت لتقديم الكتاب اللي سميتو الجزائر اليهودية، كتاب اللي دارت المقدمة ديالو واحد الضابطة سابقة في الجيش الأزرق. كتاب كان غيتقدم نهار السبت بإذن الله في الجزائر العاصمة. الحمد لله أنه كاين واحد العدد الإخوان من بينهم سعيد بوطاجين، الأخ اللي غنشكروه بزاف، الأخ الجزائري، روائي جزائري، واللي راسل وزارة الثقافة وطلب منها أنها تلغي هاد الندوة، علما بأنه السلطات الجزائرية عطات الترخيص، وزارة الثقافة عطات الجزائرية عطات الدعم بطبيعة الحال، وتقدت الأمور كلها وطبع الكتاب، والحمد لله أنه استجابت. علاش في نظركم الجزائر رخصت لهذا الكتاب اللي سميتو الجزائر اليهودية؟ على بركة الله. كبس. السلام عليكم. زال تحياتي ليك خويا، تحياتي. تبارك الله عليك. غير بعجاله سيدي رضوان، في 2014 كان واحد المخرج فرنسي من اصول يهوديه وخلق في الجزائر، روجي حنين. سمعتي السي رضوان ياك؟ روجي حنين راه مشهور، ماشي مشهور بزاف، ولكن المهم كان توفى، وكان هذا فخامه بوتفليقه بعث ليه طائره رئاسيه من فرنسا، جابوا الجثمان ديالو ودفنوه في الجزائر العاصمه في المقبره اليهوديه 2014 2015. الا درتي غير روجي حنين السي رضوان راه الاخوان راه غيشوفوا. لا ما يهمش. دابا علاش في نظرك علاش السلطات الجزائريه رخصت لهذا الكتاب اللي سميتو الجزائر اليهوديه في هذا التوقيت، وحتى ناضوا بحال دابا السي سعيد بوطاجين عاد ترس للوزاره ديال الثقافه عاد الغيت الندوه؟ علاش؟ السي رضوان حنا راه كنعرفوا دابا العام والخاص كيعرف ان الجزائر راه عندها علاقات اقتصاديه ومع مع اسرائيل، يعني حاجه عاديه، واسرائيل صدقات عليهم بالتلقيحات ديال كورونا جابتهم لهم هما ديال الكوفيد. يعني كاينين المقابر اليهوديه في الجزائر مفتوحه، وكيجيو وفود من اسرائيل كيمشيو عن طريق فرنسا كيدخلوا للجزائر. يعني هو شوف، هو وصلهم دابا الرعب السي رضوان. وشوف انا غير واحد الحاجه السي رضوان نختم بها دابا، انا الشعب الجزائري كتعجبني فيه واحد الحاجه السي رضوان، نقول لك راه ماشي كلشي خايب عندهم، هما شعب مرضي مع الجيش ديالو، مرضيين. تحياتي. اسمح لي الاخوان عافاكم ما تحبسوا. اسمح لي اخويا صام، الاخوان خليو الناس يعبروا، الله يحفظكم، حيدوا غير الارقام. اللي بغى يقول شي حاجه يقول. الاخوان بالجزائر عارفين الترابي ديالهم، بالعكس الله يرحم الوالدين. خويا نبيل وخويا ياسين خليو الاخوان يكتبوا يقولوا اللي بغاو، خليهم ما تحيدوش لهم ستيلو، بالعكس كتقمعوا بحال هكذاك ما تقمعوش خويا، خليه يعبر الله يرضي عليكم، ردوا لهم ستيلوات. شكرا خويا صام. السي رضوان الشارجور عنده راه ضعيف، ما مشارجيش مزيان، مليون ونص ان شاء الله اليوم. تبارك الله عليك. تحياتي اخويا، تحياتي. دونك قلت علاش اخواني الكرام الجزائر رخصت للكتاب اللي سميتو الجزائر اليهوديه، كاتبه المقدمه ديالو ضابطه سابقه سميتها فاليري الزناتي، ضابطه سابقه في الجيش الازرق. طلع للسطح غادي ننزلوه دابا، كون هاني ما كاينش المشكل.
ما كانش منها بطبيعه الحال غنعطيوك كانش على بالك. باردون الا صيفط لشي واحد شي انفيتاسيون بالغلط يسمح لي، اسمحوا لي. شكرا سي بدرو، شكرا. السلام عليكم. كي داير اخونا؟ كيفاش الامور؟ مزيانه. قول لي واحد المحتوى ديال هذا الكتاب ديال الجزائر اليهوديه، عارف المحتوى ديالو شي؟ لا انا ما عرفتش علاش كيهضر. لا ما عرفتش، غير هو سمعت بانه المقدمه كتبه فاليري الزناتي وكانت في الجيش الازرق. شوف كنعرف واحد القضيه بان الجزائر غير سميتو غير تحطات في هذا المطب هذه، هاد المؤتمرات وهذا الشيء ديال اليهود كيدخلوا كيخرجوا كيديروا المحاضرات ديالهم، كان داكشي عادي جدا. غير همايا بديك هذا الشيء ديال خافوا من التطبيع وهذا الشيء ولات عندهم حساسيه، اما هو الامر كان عادي عندهم جدا، امر عادي في الجزائر. كان جميع الملتقيات كيكونوا عندهم تماك. اما بالنسبه للاغلاق ديال البحر، قلتي يغلقوا البحر والجو هادو، كتسمعني دونك هما غلقوا البحر وغلقوا الجو. اش بقى لهم الانترنت، خصهم يغلقوا الانترنت حتى هويا، وغادي ينعازوا واحد الانعزال وغادي يريحوا واحد شويه. كتسمعني يا سمعتك اخي؟ غير نكونوا بسرعه، الله يحفظك على ود الشارجر. سمعتك خويا عبد الرزاق، تحياتي خويا. والله السربين ديما كتبغي تسربينا بالزربه اصاحبي، مالك الشارجر خويا الطلب طويل، يسمح لي. المهم شوف غادي يبقى لهم غير الانترنت يقطعوه، وغادي ياخذوا واحد العزله باش يفكروا مزيان اش كيديروا، حيت هادشي اللي كيديروا فيه راه ما خدامش. تحياتي خويا. بون كونتينياسيون. تحياتي الاخوان، تفاعلوا الله يرضي عليكم غير في الجزائر اليهوديه في الكتاب. السلام عليكم السي محمد، حيد الميكرو، طلق الميكرو. سي محمد طلق الميكرو. علاش السلطات الجزائر عطات الترخيص؟ هذا هو السؤال. وسويفون ما عندوش اللي تبغي يتاكد من المعلومه يدخل يقرا قبل ما يطلع عندي الاخوان. انا ملي كنقول لكم شي حاجه كنعطيها لكم باللاصق، ما كنعطيكمش التخربيق. قلبوا على كتاب الجزائر اليهوديه وحفل التقديم اللي كان من المفترض نهار السبت، طلع السطح غادي ننزلوه. مرحبا. وسويفون. والله العظيم مش بخاف منه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. أول حاجة نترحموا على اللاعب المغربي اللي مات. ثاني حاجة كل التحية لأشقائنا في موريتانيا بالفوز على الأشقاء المغاربة. ثاني حاجة نروح الموضوع، علاش المغرب عندها لبنان يهودي؟ كيف تفسر لي هذا؟ بطل تحت. المغرب فيها 40 مليون شريف أشرف من 45 مليون جزائري. المغرب بلد اللي كيآمن بالتسامح الديني، حيت ربي وصانا على التسامح الديني. إلا كان الله سبحانه وتعالى دار الديانات السماوية، ما غاتجيش دابا انت وتجي تقول لي هاد الهضره هادي. يلا اوسويفون، تحياتي وشكرا جزيلا لك بالمناسبه. كتاب الجزائر اليهوديه من مال المواطن الجزائري، طبع في الجزائر، كاتبه جزائريه، كاتبه المقدمه جنسيه اسرائيليه، وكان من المفترض انه يقدم يوم السبت لولا تدخل الاصوات الحره في الجزائر، واللي راسلت مولات الشال وزيره الثقافه وطلبات منها في الظروف الحاليه انه ما يتقدمش الكتاب. سميتو الجزائر اليهوديه. دخل قرا عاد اجي عندي، ما تدويش معايا. دخل قرا عاد اجي عندي، ما تقولش لي ما كانش منها برك. وسويفون عيطوا لي على التراث، هاد التراث ولا شي واحد اللي عنده تليفون اخر نوريه شنو يكتب، اللي عنده شي تليفون تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي يا لاله. لاباس عليك خويا رضوان؟ بخير الحمد لله الله يحفظك. مرحبا بك اختي. بغيف اخويا. بالنسبه لمساله الكتاب واليهوديه وكذا ما كذا، غالبا غيكون الكتاب تيهضر على الغاز الجزائري اللي كيغزو الاسواق الاسرائيليه غالبا لان وهاد الناس اللي تيكتبوا تطبيع كنقرا بزاف، المخير فيهم غتقول لي اشنا هي التطبيع، ما غاديش يعرف المعنى ديالها. المخير فيهم
والجزائر حاولات دير التطبيع من تحت من الطبله، ولكن هما ما بغاوش. حاولات مع علاش في نظرك عباس، علاش في نظرك رخصوا حاولات مع الكتاب؟ عباس ابو مازن باش علاش يديروا التطبيع رخصوا مع للكتاب؟ اليهود. علاش رخصوا نعم. الكتاب؟ عطاوش الرخصه من اجل تقديمه يوم السبت، علاش عطاوها لهم في سي الاصل؟ نورمال، سي نورمال، حيت كيهضر على الغاز ديالهم اللي كيغزو البلاد الاسرائيليه. سي نورمال، عادي تحياتي باين لك. المعنى. سلام اخويا. شكرا جزيلا. ها هو جا. تحياتي. قلنا لكم شي واحد يطلع عنده. غنوريكم اخواني الكرام بطبيعه الحال الكتاب والغاء الكتاب. خويا التراث مرحبا. السلام خويا. عليكم ورحمة الله. سي رضوان العالم العلامة والبحر الفهامة سيدي رضوان في الروح قدس الله سره. الله بلا ما يحفظك تعلق حبيبي. عليا، بلا ما تعلق عليا، الله يرحم الوالدين. انا عارف غادا تقول لي لا وما تقولش، غدير لي السلسلة عاوتاني. يلا الله يحشوم عليك اخويا، انا هو العبد الوحيد اللي مازال في العالم. حشوم عليك. يلا سير وريني كتب لي كتاب الجزائر اليهوديه وشنو تنشر عليه اليوم يقراو خويا الاخوان. انا كتبت، طلعت لي في القدس العربي وطلعت لي في واحد الموقع سميتو العربي الجديد، بجوجهم كتبوا عليه، ولقيتها حتى في الشروق، ولكن اللي كيعني هو هذا القدس العربي. ما كاش منها برك. الجزائر اليهودية كتاب بعنوان صادم قدمت له إسرائيلية خدمت في جيش الاحتلال يثير غضبا واسعا ومؤلفته ترد. ها هو الكتاب. الجيري جويف. ها هو هديه بن سحلي. ها هي الكتاب. ها هو شو ها هي، شو ها مولاته، ها هي، ها مولاته، هاي هاي هذه جزائريه. هذه وتطبع من مال المواطن الجزائري. رخصت له الدوله الجزائريه وعطاو له اوتوريزاسيون الدوله الجزائريه باش يتقدم نهار السبت في الجزائر العاصمه. ولكن الرجال في الجزائر رجال. غير باش يعرفوا الناس اخويا رضوان واحد القضيه، في جميع الدول كاين الكتب اللي كتطبع مثلا من مؤسسات، وكاين اللي كيطبعها الانسان من ماله الخاص، وكاين اللي كتطبع بدعم من وزاره الثقافه في الدوله اللي كتكون يعني في هذاك الكتاب. هذا طبع من ميزانيه الدوله، يعني بدعم من وزاره الثقافه الجزائريه. حنا غادي غنمشيو معاهم في النظريه ديال انه ما تطبعش سيدي بمال المواطن الجزائري. ياك غنمشي معاهم في هذه النظريه. الكتاب شنو سميتو؟ الجيري جويف، بما معناه بالعربيه شنو هي؟ الجزائر اليهوديه. ها هو ذاك. تري بيان. انا غنشد في ديك النقطه ديال الجزائر اليهوديه. سير ليا فين كان غيتقدم عافاك غير في حفل التقديم ديالو فين كان؟ واخا اغوش. راه سيدي يحيى يا سيدي يحيى. زيد. ها انت في مكتبه سيدي يحيى الراقي في الجزائر العاصمه السبت المقبل، وكان حتى شي ندوه نهار الخميس. فين كان الجزائر اليهوديه. كان غادي يتقدم التي كان يعني حتى تقرر الغاء الندوه التي كان من المقرر تنظيمها، يعني كان عندهم رخصه في مكتبه سيدي يحيى الراقي في الجزائر العاصمه السبت المقبل، وذلك بتدخل مباشر من وزاره الثقافه والفنون. صافي. يعني شكون كيعطي الرخص؟ السلطه، يعني كتكون السلطه الرسميه، يعني بحال مثلا السلطات المحليه، وكتكون حتى وزاره الثقافه بجوجهم. ما كانش منها برك. وحتى المكتبه على المكتبه واش تابعه للبلديه ولا تابعه لوزاره الثقافه الله اعلم. يقدر يكون متدخل ثالث هنا. وقتاش تكتب هذا الارتيكل؟ وقتاش تلغات الندوه؟ يا 9 سوايع عادي. تري بيان. هبط لي لتحت البوطاجين. اش كتب؟ بوطاجين هذا بالمناسبه انا راه كنعرفه من خلال واحد السيد مقرب مني بلا ما نقول شكون. الروائي سعد بوطاجين كان من اشد المنتقدين، مشيرا الى ان العنوان نفسه الجزائر اليهوديه يحمل استفزازات، متسائلا لماذا لم تختر الكاتبه عنوانا اكثر دقه مثل يهود الجزائر او الجزائريون اليهود. بركه. هبط عليا. هبط خليك. يلا ما كاش منها برك. من مالك يا اخي الجزائري، انت اخي الجزائري من مالك انت كمسلم في هذا الوقت كتاب بعنوان الجزائر اليهوديه يقدم وسط الجزائر في استفزاز لجميع المسلمين في العالم، في استفزاز لنا نحن كمسلمين.
تبون وشنقريحه رخصوا للكتاب من اجل تقديمه فين؟ وسط الجزائر العاصمه. والحمد لله انه كاينين الرجال في الجزائر اللي راسلوا وزاره الثقافه وقالوا لها عيب في هذه الظروف هذه، تفوت هذه الظروف ونقدموا الدنيا هانيه، ولكن عيب. ومن بينهم الاخ سعيد بوطاجين اللي غادي نشكروه بالمناسبه بزاف. وتحيات بون وشنقريعه وسويفه. مزيان مزيان. ما لقيتوش شي عنوان اخر زعما تستفزونا احنا كمسلمين به؟ السلام عليكم. سير دواد يا خويا. خويا لاباس عليك الله يحفظك حبيبي. خويا. نعطيك رايي في القضيه ديال الكتاب الجديد. انا كنظن بان الجزائر عاشت واحد المسلسل طويل ديال العزله، وكنظن بانه حان الوقت وقيله بالنسبه لهم باش يخرجوا من ذاك العزله، وهذا وقيله غير تمهيد لتطبيع مستقبلي على حسب الراي ديالي. لانه التطبيع تحت الطبله كما قلتي راه كاين، راه الغاز كيمشي يا صاحبي، راه كاينه بطوات كيمشيو ديال السلعه، كاينه تعامل تجاري. هذا تمهيد واحد الوقيته ان شاء الله غادي تسمعوا بانه حتى الجزائر دخلت في تطبيع علني. هذا الراي ديالي في قضيه الكتاب ديال. كنتي معنا لما قلت هذه واحد المده اكثر من شهور هذه، قلت لهم بانه الجزائر كاين جوج ديال الدول الصهيونيه في العالم، كاينه اسرائيل والجزائر. حضرتي معنا لذاك اللايف؟ ما حضرتيش؟ لا ما كنظنش. لا هي اليوم تاكدت بالملموس، تاكدت بالملموس اليوم تاكدت بالملموس انه كاينين جوج ديال الصهاينه، جوج. تحياتي خويا، تحياتي حبيبي. يحفظك خويا، الله يحفظك خويا رضوان. كبسوا الخوت، كبسوا راه شنقريحه ضرباتو الفيقه دابا، وبطبيعه الحال وصلته الرساله وصيفط وليداتو. كبس وبارطاجي، وحنا الحقيقه كنوصلوها لكم ماشي باش تشوف بعينيك، شوف بعويناتك، دخل تاكد من الخبر في بلادك. عيب. الجزائر اليهوديه، انا كنعرف الجزائر بلاد المسلمين، وكنعرف انه الجزائر مع فلسطين ظالمه او مظلومه، وكنعرف انه الاخوان في الجزائر كيدعموا القضايا العادله، وكنعرف انه الجزائر ما يمكنش دابا في هذا الوقت هذا ترخص الكتاب من هذا النوع. وكنعرف خصوصا الا كانت اللي كتبات المقدمه ديال الكتاب دازت في الجيش الازرق، فاليري زناتي. ما كاش منها برك. طبيعه الحال الجزائر لا، الجزائر ما ديرهاش، الجزائر مسلمه ما ديرهاش. عيب عليكم والله، لا عيب عليكم، عيب عليكم اخواني في الجزائر والله. ولكن كاين رجال بحال بوطاجين راجل قال لهم دابا لا، من بعد اوكي. السلام عليكم مريم، تفضلي اختي. السلام عليكم خويا رضوان. العز والنصر ولد القصر مع الناس الكبار. خويا بخصوص هاد التوقيت هذا بالنسبه للجزائر، حيت عرفتي هما ما كيفكروش مزيان. هاد التوقيت بالنسبه لهم هو احسن توقيت، لانهم خصهم يبينوا الكيان بانه هما راه معاهم، بيبداو يضربوا فهمتي هذيك لوح الشقه. الساعه لقاو ان من الجهه الاخرى راه ما لايق ليهمش في هذا التوقيت، راه ما حسبوهاش مزيان. ماشي في هذا التوقيت ما حسبوهاش مزيان. وهذا هو النظر ديالي انا، وشوف شنو قال. يلا كركبني. مع السلامه. تحياتي اختي مريم، الله يحفظك اختي. تحياتي. كبسوا الخوت، يلا المليون يلا. السلام عليكم. عادي هادشي في الجزائر ما كاش منها. السلام عليكم. وسويفه. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي رضوان. السلام عليكم. ما عندكش الريزو اخويا، ما عندكش الريزو. رضوان ما كنسمعكش، ما عندكش الريزو. السلام عليكم رضوان. وعليكم السلام سيدي، مرحبا.
تفضل على حبيبي. بالي هاوجا ليزو هذا من اكتيفيتي. لاباس مرحبا خويا سيدي. مليح شويه. الله يحفظك حبيبي، مرحبا بك خويا. تفضل خويا. تفضل. شوفوا رضوان، انا دخلت اللايف تاعك وطاف فيا، ما على باليش الكتاب هذا اللي راكم يحكوا عليه، ولا والله ما على بالي القصه هذه كاع. المهم وشحال من خطره راني نتبع فيك ونسي نطلع معاك هكذا خويا. مرحبا بك خويا. الله يسلمك. شو انا الحاجه باك اللي حبيت نحكيها معاك، نعم. حبيت نقول هذو خاوتنا المراكل لما يطلعوا معك هكذا رضوان. كنسمعك، اقول شويه. علاش علاش رضوان، علاش العام يهضروا ديريكت شغل كي يطلعوا يهضروا على الشعب الجزائري؟ هذوك عندهم علاقه ولا عندهم عداوه مع الدوله الجزائريه، ولا يهضروا على الدوله؟ ماشي غير ما يطلع يبدا يهضر على الشعب الجزائري. لا حاشا. شوف، احنا خويا احنا ما كنهضروش على الشعب، ولكن نبغي انه الشعب خويا الجزائري منين يشوف كتاب بحال هذا غتقدموا الدوله ديالو يتحرك. دابا انت كتشوف كتاب بعنوان الجزائر اليهوديه غيتقدم في بلادك من مالك الخاص برخصه من بلادك، وانت بالنسبه لك عادي خويا، عادي. صدقني يا رضوان، والله غير شوف، وكان نسقسي صحابي ولا نسقسي ولاد حومتي ولا نسقسي اللي نعرفهم كاع اسك الكتاب هذا يعرفوا، والله ما على بالهم. انا والله ما سمعت به، واحنا والله ما عندنا علاقه هذه كاع. حنايا شوف عباد نوض الصباح نروحوا نخدموا ونعاودوا نولوا للدار نتبعوا شويه هكذايا شويه الحكايات في تيك توك والاخر. ما عندناش علاقه مع الكتابات هذو. سينو حتى الكتاب هذا دوك مثلا هم طبعوه وخرجوه، ولا زعما انايا نصيبوه في السوق الجزائري، زعما حنا نغزر فيه ولا نقراه، ولا راك فاهمني ولا مش فاهمني؟ انا ما عرفت نديرلوش خويا. اهميه كاع يديك، ما عنديش اهميه. انا عرفت انه ما على بالكش داكشي علاش كنقول لكم في الجزائر اخوتي شكروني، خصكم تشكروني. كنعطيكم هذا الشيء راه ما على بالكمش. على بالي رضوان انا خويا. شوف دوك نتايا تقول لي عليه ولا كي تقول لي نتايا شغل الاعلام تاعنا يحكي عليه. انا اصلا ما نتبعش الاعلام تاعنا باش تكون على بالك. انا ما نتبعني هذه الشروق ني النهار ني فهمني ني الاعلام المغربي ني الاعلام العربي، ما نتبع حتى اعلام. انا ندخل للتيك توك نشوف شويه عفايس اللي يفيدوني، والسلام عليكم. الله يحفظك خويا، تحياتي، شكرا جزيلا. الله يحفظك حبيبي، انسان محترم، ما قلت شي كلمه العيب. بارك الله فيك رضوان خويا، بارك الله فيك. تحياتي انسان محترم مسكين، ما قلت شي كلمه العيب. تبارك الله على خويا، تبارك الله عليك. الله. اذا اخواني الكرام، لماذا رخصت الدولة الجزائرية المسلمة التي تقف مع القضايا العادلة وتقف مع إخواننا في غزة، لماذا رخصت لتقديم الكتاب اللي سميتو الجزائر بين قوسين اليهودية؟ مرحبا العرندس. السلام عليكم السردوان. تحياتي خويا، في امان الله. الله يحفظك حبيبي. خويا راه ما كذبوش اخي. هذيك الكاتبه اللي كتبت الكتاب راه ما كذباتش على الجزائريين كيكذبوا، على الشعب الجزائري كيكذب، على الحكومه الجزائريه كتكذب على شعبها. وراه جاتها لا دوموند للمينيستير ديال ليدوكاسيون ولا داكشي ديالهم، قبلوا به حقوقنا، قبلوا به باسكو سي لا رياليتي. و اسكيا بيغ كو لاسرائيل دو لا نورد افريك. راه اسرائيل وحده كاينه في حدا فلسطين، حدانا اسرائيل ديالنا، الله يخليهم لنا اليهود ديالنا خوتنا في الجزائر. مي سي لا رياليتي. اوسي راه حتى هما راه عندهم جزائريين كانوا يهود قبل، لو ماش كانوا لا، ولكن كانوا كيعبدوا الاوثان ومن بعد ولاو يهوديين حتى دخلوا من الاسلام. كانوا قبل كانوا كيعبدوا الاوثان، كانوا وثنيه، ومن بعد دخلوا الاسلام الحمد لله، ولاو يهوديين، من بعد جا الاسلام ولاو الحمد لله مسلمين، ولاو وكيفتخروا بالاسلام ديالهم اللي متطور تبارك الله ديالهم. المهم انت راك فهمتيني.
تحياتي حبيبي، شكرا خويا العرندس، تحياتي خويا، شكرا تحياتي بزاف، تبارك الله عليك. خويا، الله يحفظك خويا، الله يحفظك خويا. علاش اخوتي هادشي ما كيتقالش علاش ما كيتقالش هادشي؟ كيخبيوه عليكم. علاش اخواني الكرام؟ غير قولوا لي علاش كيخبيو عليكم هادشي؟ واش اخويا الجزائري تبغي هادشي اللي شتي دابا انت؟ تبغي هادشي؟ السلام عليكم، السلام عليكم. المعقول؟ وعليكم السلام سيدي الطوال، تحياتي. عرفتي يا خويا عاد راه رجعنا اخويا اكثر من الجزائريين معك حنايا بحسب الطابور مساكن خوتي كيفاش يبقى واقفين. شحال من نهار تنصيفطولك. تحياتي ليك اخاي، تحياتي ليك اخويا. بالنسبه للكتاب اش نقول لك، الكتاب بغاو يخرجوه في وقيته زعما باش حيت شافوا الصحراء مشات قالوا نريقلوا مع اسرائيل شي شويه نتفاهموا نديروا شي حل. الساعه للاسف لقاو من الجهه الاخرى كما قالت الاخت ما مقاداش في هذه الوقيته هذه، ومازال الحرب في غزه. ان شاء الله مازال وقيته للكتاب، ما زعما الجزائري ما يبقاش فيهم الحر، راه مازال وقيته ان شاء الله وغادي يخرج الكتاب ودوز هاد الظروف هذه القاسيه. وتحياتي ليك اخويا. وخرج خصو غير يتقدم، دابا خرج كان غير يتقدم وصافي. دابا غير دوز هاد القضيه ديال غزه، ما تزربوش عليها. انت بغيتي تهضر دابا في الموضوع دير علميكا، خلي الامور دوز ان شاء الله نحالوا في الطريق. تعرفني انا فمي كياكلني، ما نقدرش نخلي شي حاجه عندي، سمحوا لي. تحياتي اخويا، انا نهبط بكرامتي نكبس. خليني انا هبط بكرامتي. سلام عليك. حياتي اخويا، حياتي. انا راه كتعرفوني اخوتي، راه ما نقدرش نخلي عندي شي معلومه بحال هكذا، راه نتحاسب عليها الا خليتها عندي، نتحاسب عليها. داكشي علاش انا ملي كتوصلني المعلومه كنلوح عليكم بالزربه. طف كيوصلني الايميل تنقول لك هاك، ما تعطلش خوتك. طف كيوصلني الايميل. السلام عليكم الوطن العربي، مرحبا. السلام عليكم. تحياتي اخويا، تحياتي. تحياتي لك اخويا رضوان من مدينة سطات، احييك تحية الاخلاص والمحبة. تحياتي اخويا. والعز لك والنصر. الله يحفظك حبيبي، تحياتي اخويا. دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي. الله يكون مع الاخوان ديالنا في الجزائر. ولكن انا كنقول لكم الجزائر باقين فيها الرجال الخوت. شتي بحال هذا سعيد بوطاجين راجل. السلام عليكم. تحياتي سيدي، تحياتي خويا، تحياتي خويا. يا النقش انت تهضر على الجزائريه، والله انت يا وجه الزب يا النقش. انزل هذا راه هذا هو كان خصو يكتبوا الجزائر الصهيونيه، ولكن السيده حشمات كتبت الجزائر اليهوديه. هذه غا حشمت، ولكن المقدمه كتباها صهيونيه بالمناسبه، باش تكون على بالكم. حيت دابا هذا اللي غيطلع يشكرني ويقول لي يا خويا وريني الكتاب، الله يرضي عليك وريني الكتاب. اللي غيطلع يقول لي يا خويا شكرا جزيلا، لا، كان باغي الكتاب يتقدم ويشوفوه المواطنين ويقراوه المواطنين. غادي نوري لك الكتاب اخويا من مصدر اخر. شنو هذه؟ من الشروق. شحال هذه؟ الجزائر. اعطيه يقرا. شحال حنا اليوم؟ اليوم لو 24. هاي 24. ياك اليوم 24. اش من قناه هذه؟ ورينا. ما كاش منها برك. كانت مخصصتان الكبيرة، خاصة بعد إلغاء ندوتين كانتا مخصصتان لمناقشة هذا. شحال من ندوة رضوان تما؟ جوج. خاصة بعد إلغاء ندوتين كانتا مخصصتان لمناقشة هذا الكتاب. الندوتين كانت الأولى يوم الخميس مقررة، والثانية مقررة يوم السبت. ورغم وجود يهود عاشوا في الجزائر. بارك جوج. بلاتي يا رضوان اخويا، بلاتي بغيت نوري لك شي حاجه نيت من الشروق. بغيت نوري لك شي حاجه من الشروق. جوج في بلاد المسلمين، جوج ندوات في البلاد في الدوله غير المطبعه. اسمع لي اخويا شنو قال هذا في قناه الشروق. هذه تقريبا دايزه عليها سنوات، ولكن اسمع لي شنو قال عافاك. أنا اليوم نسأل كم هي الإطارات ذات الأصول اليهودية في الجزائر؟ الآن؟ في فترة بوتفليكا؟ نعم، في هذه الفترة.
كم عدد الإطارات قال له في فتره بوتفليقه، قال له لا في هذه الفتره ذوي الأصول اليهودية. وانا ارجعكم معلومات، عندي معلومه لا استطيع ان وزهراء لا، اطارات ساميه. صلاة على النبي، اطارات ساميه. انا ما يهمني ماشي هذا الشيء، ماشي سامية. هذا الشيء. شوف انا احترم اليهود كما احترم المسلمين والمسيح، ولكم دينكم ولي دين. انا بغيتك تقرا لي اللي كتبت المقدمه منين. كتب لي فاليري الزناتي اللي كتبت المقدمه ديال الكتاب فين كانت خدامه، خصوصا ان مقدمه الكتاب كتبتها فاليري الزناتي، الكاتبه اليهوديه ذات الجنسيه الاسرائيليه والتي خدمت في جيش الاحتلال. عن والدين امه اللي عطاها الترخيص. ما عمري سبيت، ما عمري خسرت الهضره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صاحبي حق ربي، ضرب دويره سعرتو النار دوانا. شتي ويجي شي واحد يبدا يتكلم لي على اوندري ازولاي ما عندوش الجنسيه الاسرائيليه اصلا، مغربي يهودي عنده جنسيه مغربيه وانتهى الامر. ها انتم الخوت المغاربه، رضوان راه تعصب. ها انتم اسمعوا الاخوان. خاصة بعد إلغاء ندوتين كانتا مخصصتان لمناقشة هذا الكتاب. الندوة كانت الأولى يوم الخميس مقررة، والثانية مقررة يوم السبت. ورغم وجود يهود عاشوا في الجزائر، إلا أنه يجب علينا أن نكون حذرين من إعادة صياغة هذا التاريخ بما يخدم سرديات الجزائر فقط. معنا عبر الهاتف يحمل عنوان الجزائر اليهودية لمؤلفته هدية بن سهلي. الكتاب أحدث الضجة الكبيرة، خاصة بعد إلغاء ندوتين كانتا مخصصتان لمناقشة هذا الكتاب. الندوة كانت الأولى يوم الخميس مقررة، والثانية مقررة يوم السبت. ورغم ما كنهضرش الخوت على الديانه باش نتفاهموا. انا ما كنهضرش على الديانه، ما كنهضرش على الكتاب، نو باش نتفاهموا. كنهضر على اللي كتب المقدمه، والكتاب تعطاتو الرخصه في الجزائر، والكتاب سميتو الجزائر اليهوديه. هذا هو اللي كنهضر عليه هنايا. ما كنهضرش على الدين كله ودينه، شغلو هذاك. ولكن اللي عطى الاخوان الرخصه، الكتاب عارف شكون اللي كتبو، ويطلع يقول لي ظالمه او مظلومه. السلام عليكم ادم، مرحبا. تحياتي اخويا، كيف الحال؟ الله يحفظك وينورك، ديما راك متألق. الله يحفظك حبيبي، تحياتي. وكنشكر معك سي التراث المغربي. مرحبا، الله يكبر بك اخويا، شكرا. خويا رضوان، هذا الشيء راه عادي. هذا الشيء في بلاد الشهداء عادي. هذا الامر هذا بلاد الشهداء عادي في بحال هذا الامر هذا. لان خويا رضوان كما قلتي راه كاينين جوج ديال الدول جوج البلاد الصهيونيه. كاين هذيك اللي معروفه وهذه اللي حدانا. واش في عمرك شتي شي واحد كيطرد 350 ألف مسلم تيقول لا اله الا محمد رسول الله ويطردهم في العراء في يوم العيد؟ الاعمال ديال من هادو ديال الصهاينه. لذلك طبعا هذا الكتاب ما كيجيناش غريب. هذه العلاقات دائما كاينه في الخفاء. ما يمكنش شي واحد يطرد 350 ألف مسلم. ماشي في الخفاء. هذا بالعلن. دابا تعطاتو الرخصه باش يتقدم في وسط الجزائر، ولولا الاصوات الحره لكان تقدم الكتاب. صحيح، ماشي وخداو بعين الاعتبار. قال لك غير الظرفيه الحاليه، استفزاز في الوقت الحالي. راه ما بغاوش، راهم مصرين، راه غادي باقي يناقشوه.
لان كما قلت لك راهما في الحقيقه راهما اخلاق اليهود. لا اسمح لي، لا بلاتي باش تفهموا. لا شوف، ماشي اليهود كديانه ناس كنحترموهم كيف ما كيحترمونا حنا كمسلمين. نعم هادو كنهضروا على الصهاينه فعلا، نتفق معك. لان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. تماما. مات ودرعه مرهون عند يهودي. حنا الديانه ما كنناقشوهاش، ولكن اخلاق وتصرفات الصهاينه كاين عند هاد الناس هادو. بلاد الكبرانات وبلاد الشوهه. لا، تحياتي خويا، تحياتي. ونذكر خويا الاخوان في الجزائر راه ما كنهضرش عليكم نتوما كشعب، نتوما ما عطيتوش لا رخصه، ما طبعتو، هذاك غير فلوسك. كنهضر على النظام. اما المواطن الجزائري اصلا ما على بالوش هذا الكتاب، اصلا الجزائري ما على بالوش اصلا راه فلوسو تخسرت في واحد الكتاب وبلادو. وداك الوالي في كاين الوالي ديال الجزائر العاصمه في كان هذا اللي كيمثل الرئيس الجزائري، والي الجزائر العاصمه ديال الداخليه. فين هما المخابرات؟ نقولوا حنا سيدي كانت غتقدم ندوه بلا رخصه. هاد الجزائر ما فيها مخابرات، ما فيها جيش وقوة ضاربة، ما فيها درك وطني، ما فيها المديون اللي نقولوا حنا نفرضوا الكتاب تطبع برا. واش هاد المديون اللي في شاد المطار ودخل هاد الكتاب وكان غيتقدم، حنا لا فرضنا انه تطبع برا، انا غنمشي معكم في كاع الفرضيات، طبعناه برا يا سيدي، فرنسا، طبعناه في اسبانيا، طبعناه في اي بلاد. هاد الكتاب دخل من واحد المطار. هاد الديوانه ما كتقراش، هاد الديوانه لما كندخلوا شي حاجه ما كيعرفوش اش داخل، اللي جاي يدخل اللي بغا زريبه وسويفه. اسمح الخوت، اسمح. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في المدن المغربية مسيرات مليونية لدعم أطفال فلسطين. وفي الجزائر النظام الجزائري يرخص لكاتبة جزائرية فرنسية صهيونية لإجراء ندوة لكتاب يسيء للدول العربية وفلسطين ولبنان. هذه راه ما قلتيهاش أخويا رضوان، هذه ما قلتيهاش. شوف أخويا رضوان، شوف كبرني اخويا، كبر، لان الجزائريين كيعجبهم يشوفوا الفيديوهات. تفضل. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حق الله. بلاد هذه بلاد تفتخرون بالنظام عندكم كيعطي الرخصة. شوف اخي، شوف هذا واحد الشخص الاسم ديالو سفيان الجزائري، معروف بزاف في الجزائر. اسمع. ورحمة الله وبركاته. رسالة إخواني الجزائريين، هل تعلمون أنه في بحر هذا الأسبوع تم طرح كتاب اسمه الجزائر يهودية للكاتبة يقال بأنها فرانكو جزائرية يهودية اسمها هداية بن سحري. وهذا الكتاب وهذه الكاتبة عندها موعدين هذا الأسبوع في مكتبة في حيدر وفي تيزي وزو. سبحان الله. عنوان الكتاب الجزائر اليهودية هو عنوان مستفز ويدعو للفتنة الطائفية مستقبلا في الجزائر. نعوذ بالله من هذه الفتن ومن شرورها. وحتى اختيار أماكن اللقاء في حيدر وفي تيزي وزو أماكن مشبوهة. لماذا تيزي وزو بالضبط؟ نعلم أنه في هذه المنطقة منذ القدم تروج فكرة بأن الجزائر يهودية وكذا والإسلام استعمار وكذا وإلى آخره، والكل نايم في سبات. فيقوا يا الجزائريين، فيقوا يا الجزائريين، فيقوا. راه النظام الجزائري كيبيعكم لإسرائيل. واش الغاز لإسرائيل والشعارات لفلسطين؟ أيها الشعب الجزائري الحر، فيق من النعاس. ما تبقاش تشوف وكالة الأنباء الجزائرية راه كتكذب عليك، ما تبقاش تشوف النشرة الثامنة راه كتكذب عليك. راه النظام الجزائري يطبع من تحت الطاولة، راه النظام الجزائري باغي يبيع الجزائر. فيقوا يا الأحرار.
تبون هو رئيس الدولة. تبون هو رئيس الدولة. تبون فخامة الرئيس وشنقريحة القائد الجيش. الشعب مغير، الله يكون معاهم. الشعب ما على بالوش مسكين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون معاهم. شكرا خويا رضوان، شكرا. ولا حول ولا قوة إلا انا بالله. قلتها ها هو سمعتو. هذا تا هو هذا ما كاش منها برك. انا قلت لكم غنمشي معكم في كاع الكتاب. طبعناه برا، دخلناه ياك. دخلناه منين دخلناه وغنديروا واحد المؤتمر، واحد الندوه. شكون عطانا الرخصه ديال الندوه؟ شكون عطانا؟ جزائر يهوديه. ماشي عيب، ماشي حشومه خويا المهدي، ماشي حشومه. اللي كتبت المقدمه كانت في الجيش الازرق، ماشي حشومه. فاليري كانت في الجيش الازرق تكتب لكم الكتاب ويجي تقدم لكم ويعطيه لوتوريزاسيون الوالي ديال الجزائر، الوالي ديال تيزي وزو. الوالي هو الرجل الثاني في البلاد بعد فخامة الرئيس. برافو عليكم، برافو. ها رضوان، ها فاليري الزناتي جبتها في واحد البرنامج فرنسي. راه جبد لي فاليري الزناتي، جبد لي فاليري الزناتي. ارى ليا. Merci beaucoup pour cette invitation. On est ravis de vous accueillir. Qui Vive raconte l'histoire d'une femme qui part pour un voyage initiatique nécessaire pour elle en Israël, à Tel Aviv puis à Jérusalem. Ce sont les événements du monde et l'actualité qui l'ont bousculée, désorientée. On va prendre le temps évidemment de raconter pourquoi. Est-ce que vous aussi, Valérie Zenati, vous êtes aujourd'hui bousculée, désorientée par l'actualité, effectivement, qui se télescope avec la sortie de ce livre? Alors je parle bien sûr, pour être très clair, des attaques du Hamas du 7 octobre dernier en Israël et la guerre qui dure depuis. Oui, je pense que je suis à la fois en état d'étonnement, de questionnement par rapport à quelque chose qui est au cœur du livre et qui est un questionnement sur le temps et sur le tempo du temps, en fait. برك. ما كانش منها. هذه هي اللي دارت التقديم ديال الكتاب وهضر عليها على انها اسرائيليه وكبرت في اسرائيل وكذا والى اخره. وراه كاين واحد الكتاب رضوان لقيته هنايا سميتو جاكوب. عادي. ما هي دابا يقول لك عادي، هاي الندوه ما دارتش. عادي. لا وراه كاتبه شي كتاب سميتو على ذاكره قسنطينه سميتو جاكوب. صدر سيدي في 2014. وكون عرفتي اصلها منين. المهم ما علينا. نسى. ما كاش منها يا اخو. عادي. السلام عليكم. مرحبا لالا. عادي. يقولوني النواف تراك قرقرة تاع الجزائر. مروكي قرقورة. راك تسمعني يا قرقرة تاع المروق؟ الو شو الخوت دابا هذه دابا هي اللي غادا تحرر غزة. سمعتوا؟ دابا هذه هي اللي غادا تقول لك اللهم ان هذا منكر. دابا هذه هي اللي ولدها كيطلع عندنا هنا في اللايف وتيبقى علينا النقل المدني. هذه ولدها هو اللي كيضرب الشمه ويضرب حبه صاروخ ويطلق علينا هنايا النقل المدني. عادي يا خاوتي، عادي. نقول لكم بالجزائريه عادي جدا. هذه دابا غير غتطفى عنا الضو وهي اللي غتصيفط لنا السخوي
وهي اللي ولدها غيدخل علينا بطبيعه الحال في اقل من 24 ساعه. هادي دابا هي اللي كانت ملي ضربنا الزنزال كانت غتجي وغادا تعاوننا هي ووليداتها اللي خدامين في الجيش الاخضر في الجزائر، غيجيو يهزوا معنا الركام. هي هادي عادي، نورمال يا خوتي، نورمال. وتحياتي للجزائريين الشرفاء الاحرار، حيت هذه ما غتمثلش رضوان. كاين واحد الكتاب، لا انا ما غاديش نفتح الكاميرا. اصبر بلاتي غنكمل ما كتمثلش الجزائر كلها، ولكن هذه منها عدد كبير في الجزائر، كبير، اللي لما كدير له موضوع بحال هذا ويقول لك الله يرحم الوالدين شكرا جزيلا، كيقول لك ما كانش منها. مول النماري، مال مول النماري الديفونسور، اجي هنا الديفونسور، مالك خويا، مالك على النماري؟ بدل شويه النماري، بدل النماري اخويا، بدل النماري. وين اي واز سولجر، هذا سيدي كتاب كتباتو فاليري الزناتي، ديال كتقول ميموار ديال فاليري الزناتي، وقالت بانها ملي كانت جندي في الجيش الاسرائيلي كاتبه الكتاب قدامي وكيهضروا عليه بالونجلي لانه وريه لي نسمعو، وريه لي نوريك. غير هما راه كيهضروا بالانجليزيه وغادي نديروا الترجمه. ما كنفهموش حنا لا انجليزيه لا فرنساويه، كنفهموا غير الدارجه. غنسمعهم انا، يسمع هو بغيتو هو يسمع بودنيه. واخا انا غادي نطلق ونسمعوا شي شويه. الاخوان راه كاين اللي تيفهم الانجليزيه والترجمه هي كتبان. When I Was a Soldier is a memoir written by Valerie Zanotti, recounting her personal journey as a teenage girl forced into military service in Israel. Having grown up in the more westernized environment of France, Zanotti explores the conflicting worlds of military duty and girlhood. She shares her experiences of working for a spy ring within the Israeli Army's intelligence branch. بركة طموح داخل فرع المخابرات في الجيش الاسرائيلي. هادي بركة. انا راه ما كنقراش داكشي، انا كنسمع. غير يسكرينيو الاخوان. رضوان خلي الفرصه غير الاخوان يسكرينيو الاخوان. بركة صافي يا حي. بارك اخويا، بارك انت ما تضريت يا صاحبي. بارك صاحبي. ما عمرني اخر حاجه كنت منتظرها، اخر حاجه قلت لكم شحال هذه راه الجزائر صهيونيه، ولكن ما كنتش ننتظر انه يديرها تبون في هذا الوقت، في هذا الوقت ما سينتهاش. كذبش عليك، تفاجات اخي التراث، نقول لك صراحه خاب ظني كثيرا، ماشي في هذا الوقت هذه فوت غير هذه الظرفيه هذه ويديرها، ولكن باش يديرها دابا لا. ولكن علاش كتقول لي داك الكتاب ديال جاكوب حتى ما بغيتنيش نهضر عليه؟ خليه يقراه، انا بغيته هو يمشي يقراه. لا ولكن غير نوريو له الكتاب يسكرينيه ويقلب عليه. عطيه يسكرينيه. شحال من الكتاب دابا جبدنا، هذا الثالث ياك. ما خصنيش نحرق له المراحل. ها هو الاخوان، ها كتاب اخر ديال فاليري زناتي، جاكوب. ها انت شوف علاش كتهضر. ها انتم الاخوان، رضوان ما بغانيش نهضر، هذا غير نحط لكم الصوره وقلبوا عليها. ها الموقع، ها انتم الا بغيتو حتى الدار ديال الدار منين تصدر وداك الشيء، ها هي، ها فاليري زناتي، ها هو.